البوليساريو هجموا على مدينة سمارة بالصواريخ، 3 ديال القذائف. معناها البوليساريو عندهم صواريخ بعيدة المدى اللي كتطلق على بعد أميال. البوليساريو هجموا على سمارة منين؟ الجواب بلاصة من الجوج، يا إما من الأراضي الجزائرية، وهنا المغرب خاصو يرد بقوة لأنه ولات اعتداء من أرض جزائرية على المغرب، وبالتالي ندخلوا في حرب مع الجزائر، وهذه ما فيها لا حالة من لاحة. متفقين ولا لا؟ ويا إما البوليساريو صيفطوا دوك القذائف من أرض صحراوية من مناطق شرق الجدار، وهذه فيها هضرة. وغيولي السؤال هو كيفاش البوليساريو عندهم صواريخ وقاذفات وفي مناطق من الصحراء شرق الجدار؟ بالنسبة للجدار الرملي كنا درنا عليه فيديو وشرحناه مزيان، لكن اللي ما درناش عليه فيديو هو أسلحة البوليساريو. في كتاب فن الحرب الإمبراطور سون تزو، وهو أول كتاب عسكري في العالم، من النصائح الأساسية ديالو تيقول لك اعرف عدوك ثم اعرف نفسك ولن تنهزم في 100 معركة. ايوا سيداتي سادتي، حلقة اليوم اجي نتعرفوا على العدو ونشوفوا البوليساريو اش من اسلحة بقى عندهم، منين جابوا دوك الاسلحة، شكون باعها ولا عطاها ليهم، شنو نوعية الاسلحة، والى قبلوا بالحكم الذاتي شنو المصير ديال ديك الاسلحة. واش ديك الاسلحة غادا تولي ديال المغرب ولا غادا تاخذها الجزائر ولا غادا تحرق، ولا اصلا دوك الاسلحة ما فيها ما يطلبق وغير خردة وما تتصلح لوالو. اعطونا لايك، اشتركوا في القناة وتابعوني على الانستغرام. انا اخوكم وحبيبكم يونس مسرار، وعلى بركة الله نبداو. نهار 3/5 ماي مدينة سمارة غادي توصلها 3 ديال الصواريخ أو مقذوفات متفجرة، واحد حدا السجن المحلي، والآخر مورا المؤسسة السجنية، والثالث في منطقة أكويز مورا المقبرة ديال المدينة. هاد المواقع كاينة في المحيط ديال سمارة. من بعد السلطات المغربية تحركات وطوقات مواقع الانفجار باش تعرف اش واقع ومنين جاية هاد الصواريخ. خرجات البوليساريو قالت أنا مولات الفعلة وأنا اللي ضربت الصواريخ، أنا واستهدفنا مواقع عسكرية. هذه ماشي أول مرة البوليساريو تيهجموا على السمارة. في 29 أكتوبر 2023 وقعت 4 ديال الانفجارات في السمارة. السلطات المغربية قالت أن شخص مات و3 تصابوا. الغريب في الأمر أن البوليساريو ماشي كتضرب وكتخبى ولا وهكاك بوجه حمر تقول لك أيها سيدي أنا اللي ضربت، وكتعلن مسؤوليتها على الهجمات. والسؤال أين الرد المغربي؟ واش كاع هادشي حنايا ضريفين ولا شنو؟ واش كافي ان المغرب يدين بشده، ولا خاص نتحزموا والجيش المغربي يدير شرع يديه، ولا هذه استراتيجيه ذكيه للمغرب باش يربح انقيطات ويدفع بتصنيف جبهه البوليساريو كجماعه ارهابيه؟ وهذا الشيء اللي سير كدير فيه البوليساريو دابا، وهذا التهور اللي داخله فيه راه غير من سعد المغرب، لان ما نساوش ان قوات المينورسو كاينين وكيراقبوا الشاده والفاده، والدول العربيه الشقيقه البحرين، الكويت، قطر، الامارات، الاردن، السعوديه، كلهم ادانوا ادانه رسميه هذا الهجوم الوحشي الارهابي. وماشي غير الدول العربيه، بل حتى امريكان، فرنسا، بريطانيا، بلجيكا، تشيك، ليبيريا والامم المتحده كلها دعات لاحترام وقف اطلاق النار اللي البوليساريو انسحبات منه رسميا من جانب واحد في 2020. مرة من المغرب دار تمشيط في القرقارات، ومن تما البوليساريو تيقولوا راح رجعنا للكفاح المسلح. قلنا هذا الشيء باش نفهموا شنو واقع، ولكن كيبقى السؤال، هي البوليساريو الحريميه منين جاوها هاد الصويرخات، وشنو الاسلحه اللي عندها دابا؟ نهار 8 أبريل 2026 في مخيم أوسرد في تندوف على الأراضي الجزائرية، إبراهيم غالي والبوليساريو نظمات استعراض عسكري، وهذا الاستعراض بغاو يقولوا فيه رسالة: شوفوني راني عندي تنظيم، عندي جيش، جنود، عندي أسلحة، وها هي شوفوني. وفي الفيديو من غير الإعجاج تيبانوا لنا مركبات دايزين ورجال مسلحين، ولكن فرق كبير بين هذا وبين الاستعراضات العسكرية ديال الدول. أجي نشوفوا دابا هاد الأسلحة اللي عند البوليساريو ومنين جابوها. باش نعرفوا كل دولة اشنو الأسلحة اللي كتمتلك كندخلوا للموقع جلوبال فاير باور وكنديروا جرد لجميع الأسلحة ديال الدولة، ولكن البوليساريو ماشي دولة والاتحاد ما كيعترف بهم، وما كاينش شي وثيقه رسميه منشوره تتعطينا بالضبط شنو الاسلحه اللي عندهم. البوليساريو عندها دبابات قديمه خارجه من الحرب البارده، 70 دبابه من نوع T55A و30 من نوع T62. عندها مدرعات وعربات قتال وناقلات جنود.
19 عربة من نوع EE9 كاسكافيل البرازيلية، وبي ام بي 1 وبي ار دي ام 2 سوفيتية، و72 مركبة سوفيتية. عندها راجمات صواريخ ومدفعية بحال 107 ملم تايب 63 الصينية، وراجمات بحال جراد السوفيتية، وبي ام 11 122 ملم من كوريا الشمالية، والار ام 70 من تشيكوسلوفاكيا. هذه هي اللي كتخليهم يديروا ضربات بعيدة ولكن ماشي بدقة عالية، وديما كتمشي عوجة. وداك الشيء علاش قالوا باللي استهدفنا مواقع عسكرية ولكن جابوها في بلايص مدنية، حيت الأسلحة ثقيلة من السبعينات. البوليساريو عندها مدافع هاون، هي أسلحة مدفعية خفيفة أو متوسطة من نوع 120 ملم و160 ملم سوفيتية. عندها مضادات دروع سوفيتية من نوع M111 فاغوت وماليوتكا. في الدفاع الجوي البوليساريو عندهم أنظمة قديمة مضادة للطائرات وكلها سوفيتية الصنع من السبعينات، بحال ستريلا صواريخ أرض جو، صواريخ سام وماشي بزاف، 3 من كي 31 ستريلا 1، 2 من كي 933 اوسا، وجوج من توكي 12 كوب. اما ما تبقى سيارات لاندروفيرات ولا طويوطا للنقل مركب عليهم رشاشات ولا مدافع خفيفه واسلحه خفيفه فرديه وكلاشينكوفات بنادق وقاذفات قنابل قديمه. وطبعا تنقولوا هذا الشيء ماشي باش نكبروا بهم، انا ضد هذا الشيء كامل، انا غير تنطبق المقوله ديال اعرف عدوك. البوليساريو كتسمي هذا الجهاز ديالها جيش التحرير، ولكن في الحقيقه احنا كنهضروا على تنظيم مسلح كاين في تندوف وعنده مقاتلين وتجهيزات قديمه، هما تيسميو هذا الشيء جيش التحرير، جيش اللي ما كيعترف به حتى شي واحد من غير الجزائر. من ناحيه العدد ما كاينش رقم رسمي موثوق 100% على العدد ديال العناصر المسلحه اللي تابعه البوليساريو. بعض المصادر كتهضر على 8000 حتى ل 10000 مقاتل، واخرى كترفع الرقم ل 20 حتى ل 30000 بل واكثر. إذن من أين لك هذا؟ منين جابوا هذه الأسلحة؟ وخلينا نبداو القصة من الأول. القصة بدات سنة 1973، شباب مغاربة غادي يبداو يهجموا على المواقع العسكرية الإسبانية في الصحراء، وخصوصا هجوم الخنقة، واستولوا على البنادق وبعد الذخيرة. غادي يأسسوا تنظيم مسلح باش يجريوا على إسبانيا من الصحراء. ما كان عندهم لا دبابات لا مدرعات لا راجمات صواريخ لا صواريخ سام، كان عندهم فقط شوية ديال البنادق وشوية ديال الذخيرة. وفي 1975 من خرجات إسبانيا من الصحراء كانوا بعض المغاربة الصحراويين اللي كانوا خدامين مع الجيش الإسباني، كانوا وحدات كيتسماو تروباس نوماداس، خرجوا من الجيش الإسباني وانضموا للبوليساريو وجابوا معاهم السلاح والتدريب اللي كان عندهم. من بعد غادي يدخل المغرب وموريتانيا للصحراء، وهذا البوليساريو غادي يهربوا للجزائر. الجزائر عطاتهم الأرض، تندوف ولات هي القاعدة الأساسية ودرباتهم وعطاتهم السلاح. ذاك الوقت ديال السبعينات، المرحله ديال الحرب البارده، الاتحاد السوفيتي كان كيزود الحلفاء ديالو بالاسلحه. الجزائر كانت حليف ديال المعسكر الشرقي، والجزائر سلحات البوليساريو في الاول. داكشي علاش الاغلبيه ديال السلاح ديال البوليساريو سوفيتي الصنع. من جات الثمانينات هنا كانت القفزه، دخل لاعب جديد ليبيا القذافي كان ضد المغرب، كان باغي يوسع نفوذه في شمال افريقيا. من هنا بدا السلاح الثقيل يوصل للبوليساريو، دبابات مدرعات راجمات صواريخ صام. في الثمانينات البوليساريو زهراتها كان عندها السلاح اللي بعض المرات المغرب وما عندوش، زائد ان البوليساريو في الثمانينات كانت كدير هجمات على مواقع مغربيه وموريتانيه في الصحراء. في بعض المعارك قدرات انها تستولي تاخذ عربات اسلحه او معدات كغنائم حرب ودخلاتها في السلاح ديالها. ومن بعد 1991 ملي دخل وقف اطلاق النار تبدلات الامور كلها. الحرب ما بين المغرب والبوليساريو صافي وقفات، الاتحاد السوفيتي حتى هو طاح، قذافي تصالح مع الحسن الثاني، ومن ثم البوليساريو ما بقاش كيوصلها السلاح. وكاع هذا الشيء ديال طنوقه والدبابات اللي عندها دابا كله قديم، كله من السبعينات. وكاع هذوك الاسلحه واخا كيبانوا لك كبار راه ما بقاوش واكلين دابا، مع الدرونات والرصد الجوي والأسلحة الدقيقة اللي ولات دابا. ودابا السؤال، شنو المصير ديال هاد الأسلحة ديال البوليساريو إلى البوليساريو قبلوا بالحكم الذاتي؟ إلى
البوليساريو قبلات بالحكم الذاتي السلاح ديالها ما غاديش يبقى عندها نهائيا. اي اتفاق جدي خاصو واحد العمليه اللي كديرها الامم المتحده، الاسم الدولي ديالها DDR ديزارمامون ديموبيليزاسيون اند ريانتيغراسيون، نزع السلاح، تفكيك البنيه المسلحه واعاده ادماج المقاتلين. مني غادي يطبق الحكم الذاتي في الصحراء المغربيه، النقطه الحاسمه هي الدفاع، الجيش، الامن الخارجي والسياده، هادو غادي يبقاو للدوله المغربيه. الحكم الذاتي في الصحراء المغربيه غادي يعطي المنطقه انها دير مؤسسات محليه، لكن الرباط هي اللي غادا تبقى شاده الدفاع والخارجيه والشؤون الدينيه. اذا فين غادي يمشي السلاح ديال البوليساريو؟ سلاح ثقيل، الدبابات، المدرعات، الراجمات، الصواريخ سام، الرادارات، غادي يدخل في واحد الجرد رسمي، شحال كاين، فين مخزن، شنو الحاله ديالو، من بعد غادي يتسلم ولا غادي يتحجز تحت مراقبه الدوله، وغالبا جزء كبير منه غادي يتفكك ولا غادي يتدمر بالمره، لان الاغلبيه ديالو قديم وما عندوش قيمه عمليه كبيره في الجيش الحديث. اما الاسلحه الخفيفه بحال البنادق والرشاشات هذه كتجمع، كترقم، كتخرج من اليد ديال العناصر المسلحه باش ما يبقاش السلاح كيدور ولا يتحول لسوق سوداء ولا لشي جماعات اخرى. الالغام ماشي غير سلاح، هذا كيتعتبر خطر طويل المدى على المدنيين، خاص خرائط، خاص تطهير، خاص مراقبه دوليه، وخاص يجيو خبراء ديال نزع الالغام اللي غادي يخدموا مع الدوله ومع المنظمات المختصه. اما المقاتلين ديال البوليساريو غاديش يتحولوا كاملين للعسكر، الغالب هو الفرز، غادي يتعزلوا، جزء غادي يرجع للحياه المدنيه، تكوين، تعويضات، برامج ادماج، والجزء ممكن يخدم في ادارات محليه في امن مدني، لكن من بعد فحص فردي وتكوين وولاء قانوني للدوله. اما القياده العسكريه ديال البوليساريو شنو غادي يطرى ليها؟ ما عرفش صراحه. ممكن تدخل السياسه المدنيه داخل المؤسسات ديال الحكم الذاتي، وممكن تخرج من المشهد العسكري نهائيا. وفي الاخير القصه ديال اسلحه البوليساريو ماشي غير ليسته ديال دبابات وراجمات وصواريخ سام، هي قصه ديال مرحله كامله من الحرب البارده، داخله فيها الجزائر كأب روحي للبوليساريو، داخله فيها ليبيا كمصدر للسلاح الثقيل، داخل فيها السلاح السوفيتي، وداخله فيها الغنائم. اليوم السؤال ما بقاش شحال عندهم من دبابه ولا شحال عندهم من راجمه، السؤال ولا واش هاد السلاح باقى عنده قيمه في حرب حديثه قدام الدرونات، قدام الرصد، قدام الاقمار الصناعيه والحرب الالكترونيه. البوليساريو تقدر تبين قد ما بغات شحال عندها ديال الاسلحه في استعراض عسكري، تخرج دبابات قديمه، ترفع راجمات وتقول شوفوني، لكن الواقع العسكري تبدل. السلاح اللي كان خطير في الثمانينات ما بقى ساوي والو دابا، ومن غادي يطبق الحكم الذاتي في الصحراء المغربيه فهاد السلاح غادي يولي اكبر سؤال فوق الطابله. شكون غادي يجمعه؟ شكون غادي يراقبه؟ شكون غادي يضمن انه ما غيبقاش خارج الدوله المغربيه؟ سيداتي سادتي، حلقه اليوم سالات. شكرا لكم بزاف على المتابعه، ما تنسوش تعطونا لايك، تشاركوا في القناه، تابعوني على الانستغرام. كان معاكم خوكم وحبيبكم يونس مسرار، السلام عليكم، دوزو بخير.